السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة مساء الأخبار. تحياتي لكل المتابعين. فيديو جديد هنتكلم فيه عن بعض التوقعات اللي قالها أبو علي الشيباني، ولا يعلم الغيب إلا الله. ناس كتير ساعات بتستغرب لما تشوف القناة بتاعتنا بتقدم توقعات. احنا بادئين من حوالي 2017 في التوقعات وأخبار وأنباء، يعني ده مش جديد على قناة مساء الأخبار. وفي الأول وفي الآخر أنا وأنت وكلنا بنؤمن أنه لا يعلم الغيب إلا الله، ولكن بعض المتوقعين زي ليلى عبد اللطيف، ابو علي الشيباني، ميشيل حايك، مايك فغالي وغيرهم من المتوقعين والفلاكين ساعات بيقولوا لك حاجة بيبقى فيها نسبة كبيرة من اللي بيحصل، بيبقى زي ما تقول استشراقة او بتيجي حظ، او اذا كانت معلومات استخباراتية عايز تقول زي ما تقول اتكلم في التعليقات واكتب براحتك. ولكن انا جايب لك شيء النهاردة حصل، وتوقعات ابو علي الشيباني الغريبة جدا حصلت بالفعل، وغيرها من التوقعات خلال الأيام القادمة. في الأول وفي الآخر زي ما قلت لحضراتكم كلنا بنؤمن أنه لا يعلم الغيب إلا الله. لو أنت مؤمن وموحد بالله اكتب الله أكبر في التعليقات، ولا يعلم الغيب إلا الله. ويلا نبدأ على بركة الرحمن في فيديو جديد مهم للغاية. قبل نزول هذا الفيديو بثواني مش بدقايق الآن وأنا بكلم حضراتكم ربط الأخبار بالتوقعات بقى. قبل ما انسى لو سمحتوا بطلب من كل من يشاهد هذا الفيديو استحلفكم بالله دوس لايك للفيديو واكتب الله اكبر بذكر الله تطمئن القلوب، عشان نطمن كل اخواتنا ان احنا معاهم دائما وابدا. منذ ثواني ترامب بيقول لا يمكن لإيران الحصول على سلاح نووي. ده لسه جاي في نبأ عاجل على قناة العربية وعلى مواقع تانية كتير. وايضا اتكلم ترامب عن مجموعة جديدة من الرسوم الجمركية، ولكن المرة دي بيقول لك قمنا بخفض الرسوم الجمركية بشكل ملحوظ وسنوفر مئات المليارات من الدولارات من أجل بلدنا. والتصريح الثاني على إيران التخلص من مفهوم السلاح النووي ولا يمكنها الحصول على سلاح نووي. ده اللي قاله منذ قليل. طب أبو علي الشيباني إيه دخله بالموضوع ده؟ كان قال ابو علي الشيباني دايما بيبدأ كلامه يقول معلمي، ولو انت عارف مين معلم ابو علي الشيباني اكتب لي تحت في التعليقات، ولو عايز تعرف هقولك في فيديو تاني. يقول معلمي رسالة لإيران بأن ينتظرهم هرج ومرج. اسمعوا الكلام اللي قاله ابو علي الشيباني: يصعد ويتنازل حتى يعد عدته في شهر 6 و7. عليكم أن تحذروا حين يحل النروز. وده اللي قلت لحضراتكم عليه، وسيكون في انفجارات والإسرائيلي يفعل فعلته بشكل مرعب. انتوا واخدين بالكم من التوقع؟ انا قلت لازم اتكلم عليه، توقع غريب جدا. في فترة سيقول الناس ان صحة الخامنائي ليس في صحة جيدة، وستكون إشاعة، وسيكون أول مرجع يتلقى بالإمام بعد الظهور. يعني بيقول ممكن الناس تتكلم على صحة خامنائي هيموت ولا لأ، والقوائم كتير عند أبو علي الشيباني، وده اللي هنوضحه خلال هذا الفيديو. إيران ستضرب خلال العام أو في منتصف العام ضربة كبيرة، وأرى الطائرات بترمي على إيران 20 هزة أرضية في إيران. أيضا سيتحسن وضعهم الاقتصادي، ولكن بيعكر صفوهم بقتل العيدين على العلماء وأخاف على الناس، ويكونوا ضد الجمهورية هذه السنة. وزير الخارجية الإيراني في زيارة للرياض، وإيران ستنتصر هذه المرة وستصعد إلى السماء عندما يحدث زلزال في البحر على العدو، وضربة بيشترك فيها العرب كلهم بأمر أمريكا وبريطانيا، ومن العرب الأردن ومصر والسعودية والإمارات، ولكن قطر بتعتزل، وهذه هي المرة محقة. ولكن سيجتمع العرب كلهم على إيران إلا قلة من الناس. إيران إذا نجحت هذه السنة يقول معلمي لقد أجلها الإمام الضرب 10 مرات سابقا، وسيؤجلها لاحقا إن شاء الله. وأقول لإيران مهما فعلت السعودية هيكون إيران في الصدارة. في ناس كتير ساعات بتزعل من توقعات أبو علي الشيباني. إحنا بنوجه كل الحب
للسعودية ولكل دولنا العربية. وفي الأول وفي الآخر يعني لا يعلم الغيب إلا الله، علشان بس الناس اللي هي عايزة تعرف وعايزة تتكلم عن هذا الموضوع. أنا وإنت وكلنا مؤمنين أنه لا يعلم الغيب إلا الله، ولكن إحنا بنقول هذه التوقعات من باب العلم بالشيء. كل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. من ضمن الدول يعني اللي بيتكلم عليها أبو علي الشيباني، وبوجه طبعا كل الاحترام لهذه الدول، الأردن. بيقول الانقلاب الأول الذي أخبرتكم به سابقا وحدث، والانقلاب الثاني كان مخطط له إماراتيا لاستبدال الملك والملكة لتكون موضع قدم الفلسطينيين المنفيين، لكن يكون الأردن الوطن البديل الذي يريد الأمريكي والإسرائيلي والإماراتي. كلام في غاية الأهمية والخطورة، بيقول أبو علي الشيباني. وكمل توقعاته أبو علي الشيباني، بيقول أقول الآن أن في أموال بتعطى للقبائل والعشائر للوقوف ضد الملك وللانقلاب ضده، وأن الأحداث متسارعة في الأردن وستكون مرعبة، ومظاهرات كبيرة والإخوان يعودون في الأردن ويبدأون من جديد، أنه أمر عاجل وجلل، ولكن هذه المرة يعني هيكون في وقفة كبيرة للملك. نتمنى الخير والسلامة لأهل الأردن. بيتكلم أيضا عن الإمارات، ستنهار البورصة في دبي، وزلزال في عرض البحر، واحتراق ناطحات سحابها، وانصهار أموالها بقوة أمريكية. وأيضا بيقول الإمارات كتب عليها أن يعني تمحق، وهذا ما تريد أمريكا بعد مساعدة الإمارات لروسيا. انفجار عظيم في الإمارات ولا يعرفون من أين تأتي الضربة. ده واحد من التوقعات اللي قالها يعني أيضا مش عفوا أبو علي الشيباني. واسمعوا بقى التوقع ده، قال ميشيل عون سيموت، ويموت سمير جعجع بالسرطان، ويتفكك نظام القوات اللبنانية إلى الأبد، وتندثر معه حقبة مرعبة حيث سرقت البنوك والأموال والفقر بين الناس. انفجارات في بعض أجزاء من لبنان وهزات تؤثر على لبنان من البحر، ويكون أثرها وأشد من انفجار مرفأ بيروت. العدو والعملاء بيفكرون في اجتياح لبنان من جديد. اسمعوا بقى التوقعات اللي جايه دي، علشان الناس اللي كانت بتسأل عن تركيا وأردوغان. أردوغان بيقصى أو يبعد كل ناس والمرشحين أمامه، وكوارث كبيرة في الانتخابات التركية. في تركيا هزات وزلازل كبيرة، سيختلف السوري والتركي والروسي اختلاف عظيم، وأيضا بيختلف الإيراني والتركي اختلاف ظاهرا للأعين. تنهار الليرة التركية الليلة، وهناك ما يصيب تركيا، وهناك زلزال بمقياس 9 درجات على مقياس ريختر، وبعدها تنهار تركيا ويضيق مضيق البسفور إلى الأبد. توقعات عن تركيا كلها سوداوية. أمريكا بيقول عليها قرن الشيطان، القرن اللي هي القرون يعني بتاعت الشيطان. قرن الشيطان يعد له الإمام عدة قوية، يصيب الدولار مصابا لم تعهده أمريكا منذ نشأة أمريكا. يعني بيقول إن في بعض الإصابات هتصيب الدولار الأمريكي لم تعهده أمريكا منذ نشأتها يعني. الله أكبر. وأيضا نتكلم عن الجو أو الطقس والمناخ في أمريكا. فيضانات وجليد لم تصيب أمريكا من قبل منذ أن خلقها الله. بيقول أيضا الرئيس الأمريكي لن يكمل رئاسته لأمريكا، هيموت أو سيموت بالجلطة أو بالسم البطيء. كثير من البنايات في أمريكا ستسقط، وهزات وصواعق يراها الناس بأم أعينهم. يرتفع سعر النفط ويسود الجوع، ويكون هناك فتنة مرعبة بين السود والبيض.
من هذه السنة إلى السنة المقبلة في الشهر السادس الغذاء ينفذ ومفيش كهرباء. اتكلم أيضا عن روسيا، بيقول سيتعرض الرئيس الروسي بوتين لمحاولة اغتيال هذا العام، وقلتها سابقا كتير ولكن هذا العام ستحدث، وقد أعد نائبة القوة على مقرعة الحرب بتاعة أوكرانيا وأمريكا، وهو أقوى ما بين بوتين ويهنئ الآن كبديل لبوتين. وأيضا نتكلم عن فرنسا، مظاهرات كثيرة يرجع أصحابها أو السترات الصفراء وغير الصفراء، وجوع وانقطاع للكهرباء وقلة الغذاء تقلبها، وتصاعد اليمين المتطرف. يعني كده احنا ربطنا لحضراتكم الأنباء والأخبار بتوقعات، يعني ما بين إذا كان أمريكا، تركيا، الصين، بعض الدول اللي اتكلمنا عليها زي فرنسا وروسيا والأردن وتركيا والإمارات وغيرها من الأخبار والأنباء اللي ربطناها لحضراتكم في الوقت الحالي. لو في أي دولة عايزينها بالكامل هنتكلم في الأيام القادمة عن مجموعة كبيرة، مش بس عن الدول العربية أو أمريكا وأوروبا، لأ، هنتكلم كمان عن الاقتصاد وعن الناس اللي بتسأل نعمل ايه وايه القوائم اللي الناس مفروض تستعد لها خلال الأيام القادمة، أو ايه هي الأشياء اللي الناس مفروض تبقى عاملة حسابها من قرارات ومن أشياء عاجلة جدا خلال الساعات أو الأيام القادمة. في نهاية هذا الفيديو لا تنسى ذكر الله، وما تنساش إخواتنا دوس لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات. أسيبكم على خير وأشوفكم على خير في فيديو جديد. كان معاكم أخوكم مازن المصري من قناة مساء الأخبار، ولسه مكملين معاكم يعني الفقرات الإخبارية على قناة مساء الأخبار. اشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات علشان لما ننزل فيديو يوصلك مننا إشعار. شكرا، أسيبكم على خير وأشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.